خلال هذا الاجتماع قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بين يدي جلالة الملك نصره الله الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. وبفضل الرعاية الملكية السامية شهد قطاع الإسكان ولا سيما الاجتماعي تطورا مهما وتقدما ملموسا، ومكنت البرامج التي تحظى بمساعدة الدولة على مدى العقدين الماضيين ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق. ويروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وهكذا تم تحديد مبلغ المساعدة في 100,000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، و70,000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم مع احتساب الرسوم. وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك على الصعيد الاجتماعي من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح. وعلى المستوى الاقتصادي سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل. ومن جهة أخرى سيتم تشييد المنازل موضوع برنامج المساعدة الجديد في احترام تام للمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملائمة مع المعايير التقنية والجودة. ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء. حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد حسني الغزاوي.